لو مش قادر على وادي دجله تعالى لي وانا اجيب لك حقك. النادي الاهلي النهارده بيمتعنا، النادي الاهلي النهارده بيقدم حلويات. انا ما اعرفش الناس اللي ما بتتفرجش على النادي الاهلي وما بتشجعش على النادي الاهلي بتستمتع بايه. النادي الاهلي النهارده بقول لك عايز اهداف خد 3 اهداف، طب عايز متعه اتفرج على المباراه، طب عايز افضل لاعب في القاره خد امام عاشور. امام عاشور اللي بيمتعنا، امام عاشور اللي بيقول لنا انا افضل لاعب جوه القاره، انا افضل لاعب في مصر. بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني، افضل صفقه عملها النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي النهارده بتقدم مستوى على اعلى مستوى، من الشناوي لحد مروان عثمان. اوعى هدف مروان عثمان ينسيك ان احنا عايزين مهاجم اجنبي، بس بسم الله ما شاء الله عليه لاعب على اعلى مستوى، بيجيب لك اهداف، بيسحب لك المدافعين وبيفتح لك طريق للاطراف. علشان كده تريزيجيه جاب لك هدف النهارده. ياسر سروب عامل شكل مع النادي الاهلي تحفه بامانه. ياسر سروب بيقدم مباريات مع النادي الاهلي 100%. بيقول لك انا مدرب والمدرب ده يستاهل النادي الاهلي بامانه. ولا الشناوي النهارده اللي طلع لك فرصه، الجول ده لو كان جه كان غير المباراه، كان ساعتها وادي دجله تقدم على النادي الاهلي 1-0، وكان ساعتها وادي دجله هيقفل، وساعتها يبقى قابلني لو عرفت تجيب اهداف في وادي دجله. بس الحمد لله ياسر سروب عمل مباراه على اكمل وجه. لعيبه النادي الاهلي عملت اللي عليها النهارده. اللي عاجبني تريزيجيه، تصرفات تريزيجيه، ولا احمد سيد زيزو العالمي، ولا امام عاشور، ولا مروان عثمان، ولا اليو ديانج. احب اقول لاداره النادي الاهلي ابوس على ايديكم جددوا اليو ديانج باي ثمن، لان اللاعب عالي، اللاعب على اعلى مستوى. قسما بالله قسما بالله اليو ديانج لو مشي من النادي الاهلي هنخسر لاعب زي اليو ديانج، ولا مروان عطيه، ولا ياسر ابراهيم وياسين مرعي. الهدف اللي دخل فينا بس هو اللي مزعلنا، كنا عايزين نطلع بكلين شيت، كنا عايزين نطلع من غير اهداف. بس احب اقول للزمالك واقول لبيراميدز جبت لك حقك. لما ما تعرفش تكسب وادي دجله تعالى لي وانا اكسبها لك. بس كده، يلا سلام.